باب القلوب مفتاح. من الأمور العظيمة في ديننا أن الإنسان ربما أحيانا لا يجاهد في سبيل الله ويكتب له أجر الجهاد في سبيل الله. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. لو فقط يعطيه من المال ما يجهزه للقتال في سبيل الله وقاتل، فكأنما الذي جهزه قاتل مثله في سبيل الله، يأخذ مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. وفي تكملة الحديث قال: ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. من تكفل بأهل هذا المجاهد في سبيل الله، أنا أتكفل بأهلك وأولادك، طعامهم، قوتهم، حاجتهم كلها عندي، واذهب أنت وقاتل في سبيل الله. من فعلها يكتب له أجر الجهاد في سبيل الله. وأخطر ما في الأمر أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا لم يغزو ولم يجهز غازيا ولم يخلف غازيا في أهله بخير، يعني لا هذه فعلها ولا هذه ولا تلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يفعل هذه الثلاث ولا واحدة منها فإنه تصيبه قارعة قبل يوم القيامة، والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة، جيش تبوك، عندما جاءه الألوف ما عنده ما يجهزهم به، فنادى في الصحابة: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فإذا بعثمان بن عفان رضي الله عنه، مؤونة الجيش كلها تكفل بها عثمان بن عفان، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. حتى المرأة التي لم يكتب الله عليها القتال ولم يكتب الله عز وجل عليها الجهاد في سبيل الله في المعارك، تستطيع أن تأخذ الأجر كاملا بأن تجهز أحد المجاهدين في سبيل الله. هذا أبو قدامة الشامي، وكان يقاتل في حروب الروم في ذلك الزمن القديم. قام في مسجد يحث الناس على القتال، فتجهز الناس. يقول: فذهبت إلى بيتي وأغلقت الباب، ينتظر المعركة، يتجهز الناس. يقول: فطرق علي الباب ففتحته فإذا امرأة غطت جسمها. قلت: من أنت؟ وكانت امرأة متعففة. قالت: خذ هذا الظرف مثل الكيس، خذه في سبيل الله عز وجل، والله لا أملك غيره. يقول: فذهبت المرأة، يقول: ففتحته فإذا هي قد قصت ضفيرتيها، شعرها أغلى ما تملك المرأة، شعرها. يقول: قصت ضفيرتيها. قال: وكتبت رسالة، قالت: أسألك بالله أن تجعله رباطا لفرسك في سبيل الله، والله لا أملك غيره. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. ومن الأمور التي هي من الجهاد في سبيل الله، الإنسان أحيانا ما يكون في المعركة لكن يكتب له الأجر العظيم كأجر المجاهد. أولئك الذين على ثغور المسلمين وحدود المسلمين بينهم وبين بلاد الحرب، يقفون يحرسون، ربما يظل طوال عمره ما دخل معركة ولا قتالا حقيقيا، لكن هذا يسمى في الشريعة الرباط في سبيل الله. الحراسة من أعظم الأجور عند الله عز وجل. وعينان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. العين الثانية: وعين باتت تحرس في سبيل الله. حتى كان الصحابة يظنون ويعتقدون ويجزمون أن الرباط في سبيل الله كما قال أبو هريرة، قال: لأن أرابط في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر، في ليلة أفضل من ليلة القدر، في عمل أفضل من القيام في ليلة القدر. يقول: أفضل وأحب إلي من أن أقوم ليلة القدر، تدرون وين؟ عند الحجر الأسود. أفضل عمل، أفضل مكان، أفضل زمان. يقول: أرابط ساعة في سبيل الله أحب إلي من هذا. بل كانوا يقولون الرباط في سبيل الله، وهذا صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. تخيل، صيام شهر كامل وقيام شهر كامل
ليس بأفضل من حراسة ورباط يوم في سبيل الله عز وجل. الرباط، الحراسة في سبيل الله، العين التي تحرس في سبيل الله عز وجل من أعظم الفضائل عند الله جل وعلا. كان الصحابة يتسابقون لحراسة المسلمين. يوم من الأيام قام اثنان يتناوبان على الحراسة. من هما؟ عمار بن ياسر، ومن عمار؟ وعباد بن بشر، اثنان من خيرة شباب الصحابة. قام يحرسان المسلمين في ليلة من الليالي. فقال عباد لعمار: تريد أن أكفك أول الليل أو آخره؟ قال: اكفني أول الليل. فنام عمار بن ياسر، رقد. عباد بروح الآن يحرس. تعرفون كيف يرابطون في سبيل الله؟ قام يصلي قيام ليل وحراسة لثغر من ثغور المسلمين. عمل شريف، عمل فضيل. فقام يصلي وقرأ سورة الكهف. فإذا بأحد المشركين بعد غزوة ذات الرقاع، فإذا بأحد المشركين يتسلل إلى المسلمين فيرى الحارس، يرى المرابط صاحب الحراسة على الثغر، يقول: فرماه بسهم، رمى عباد بن بشر وهو يصلي. فإذا بعباد ينزع السهم ويكمل صلاته، ما توقف. ثم رماه الثانية، فإذا به ينزع. فلما رمى الثالثة وكاد يموت فزع من قام من نومه عمار بن ياسر، فقال: رحمك الله، لم لم توقظني من أول مرة؟ تعرفون ماذا قال؟ قال: كنت في سورة والله ما أحببت أن أدعها حتى أختمها. كنت أقرأ سورة ما أحببت أن أقطعها. انظروا إلى الرباط في سبيل الله، في جوف عبادة، في ظلام ليل يدعو الله عز وجل. كان الصحابة يعتبرون هذا العمل من أشرف الأعمال وأفضلها عند الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول له: يا عمر، كنت في رباط في سبيل الله، كنت في رباط في سبيل الله عز وجل. قال: وكم كنت في رباطك؟ يعني كم يوم؟ قال: 30 يوما، 30 يوم وأنا في الرباط. فقال له عمر: هل أتممتها 40 يوما؟ كانوا يرون 40 يوما هذا حد من حدود الرباط. وأبو هريرة كان يوصي الناس ب3 أيام أقل شيء من الرباط في سبيل الله. والنبي أخبر عن فضل يوم، قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وإليكم هذا الفضل في الرباط وحراسة حدود المسلمين وثغورهم، إليكم هذا الفضل. من مات وهو يرابط في سبيل الله أجري عليه عمله إلى يوم القيامة، كأنه يعمل العمل إلى يوم القيامة، لا ينقطع عمله. كل الناس ينقطع عمله إلا المرابط الحارس على الثغر، عينه تحرس، لو مات يجرى عمله إلى يوم القيامة. ويؤمن الفتان، أي فتنة القبر، كرامة من الله عز وجل. فمن يضحي بشيء من وقته في سبيل الله تعالى. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروا. استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروا. سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا. باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. باب القلوب